بالنسبة للتنمية المحلية، هي على حسب رأيي البسيط والمتواضع هي تشبه الأسلوب تاع طه حسين، السهل الممتنع. من السهل أن نقول بأننا نعمل شيء معين، ولكن الصعوبات التي تعترينا في إنجازه تعرقل أننا ننجح في الوقت المناسب. ليزوبوزيسيون، المعارضات، هي نقولوا سرطان ديفلوبمون، سرطان التنمية. لازم تضافر الجهود، كل الجهود، والتفهم تاع المواطنين لازم يكون متفهم بأن العملية اللي تتطلب وقت هي تتطلب وقت، تتطلب شهر، تتطلب شهرين، تتطلب 3 شهور، تتطلب سنوات. لا يمكن أن نقلب الصفحة فنجد أن المنطقة تطورت، ولكن نحسب بفقرات سنوات معينة، 5 سنوات أو 10 سنوات أو دي جرون بيريود اللي تخلينا نعرفوا هل أننا تقدمنا أم لا. نعطيك مثال بسيط. لما وصلت أنا لدائرة بوزقن كانت الغاز، إدخال الربط بشبكة الغاز حوالي 20%. اليوم رانا في بلدية بوزقن رانا 90%. اليوم راح نديروا لا ميزون سيرفيس تاع الغاز في آخر قرية في بلدية بوزقن، بغض النظر عن قرية أيت صالح اللي تقسمت إلى دولو. إذن في 6 سنوات انتقلنا من 16 ولا 20% إلى 90%. إيجر كانت 0 اليوم راهي 100%. إلولا كانت 0 اليوم راهي حوالي 40%، وربما في نهاية السنة راح تكون 100%. بالنسبة بليزيكي الشبكة راهي حوالي 70%. وفي الإنجاز عندنا الخط النقل ترانسبور راهو في حوالي كذلك نقدروا نقيموه ب60%. عندنا معارضة مثلا في هذه القرية تاع بنيزيكي، عندنا معارضة عالجنا عدة معارضات، بقات وحدة عندها خصوصياتها. ان شاء الله الزميل الجاي ينجح في رفعها. احنا مهدنا الطريق، كاين امكانيه باش تتنحى المعارضه، ولكن اللي يعطل التنميه هي المعارضات، اللي يعطل التنميه المحليه هي المعارضات. لازم الناس يتقبلوا الحلول المقترحه من العلميين، لانه في بعض الاحيان نجد ان المواطن يرفض حل مقترح من ناس مختصين. هذا شيء غريب. راكم شفتوا مثلا كيفاش في مجال البيئه الغلق نتاع المفرغه عموميه، ومن بعد ما نوجدش وين نتخلص من البقايا. شيء صعب معالجته، لانه حتى الاقتراحات اللي قدموا انهم يديروا مفرغات محليه هكذا على مستوى القرى، ولكن يبدو لي انه هذه على المدى الطويل لا يمكن ان تنجح. العالم باسره عنده طريقه في معالجه النفايات مشهوره تعاملوا معها كل الدول، ما علينا الا اننا نلتزم ونطبقها بطريقه علميه كما الاجناس الاخرى. شكرا. وما هي الظاهره اللي تاثرت منها اللي شفتها يعني؟ التضامن الموجود داخل القرى. تضامن لما تدخل القرية وتتعامل مع أهل القرى وتشوف مظاهر التضامن فيما بين الناس، شيء جيد جدا. ممكن يكون عامل حاولنا كيفاش نوجدوا كيفاش انه هذاك العامل تاع التضامن يتحول الى عامل تنموي. لازم يتحكموا فيه، يزيدوا يحكموا، لازم يتحكموا فيه. تضامن يحكموا فيه ويشوفوا كيفاش يرسموه ويأطروه بشكل جيد، لانه انا متاكد انه راح يجيب نتيجه. وما هي الظاهره السلبيه اللي لازم نتخلصوا منها؟ tout le monde veut une décharge ailleurs, alors que la décharge لازم تكون tout le monde doit avoir sa décharge communale.
توت كومين لازمها لازم نلموا باش تضاف الجهود ونعرفوا كيفاش نتعاملوا مع لي ديشي. وكيفاش نتعاملوا يعني واش من حل ولا كيفاش تشوف الظاهره نتاع غلق البلديات والدائره والاخر؟ هل فيه رغم الاذان الصاغيه اللي عطيناها للمواطن، ولكن في بعض الاحيان هذا الغلق قلنا هي نوع من انواع المعارضه، لوبوزيسيون. التحكم فيها بالاصغاء. كاين اذا كان مثلا هنا غلقوا لنا 20 مره، هذا معناه اننا تجنبنا 100 بالاصغاء، بالتعامل مع المواطنين. لا تفادي الوعود التي لا يمكن أن نجسدها، تفادي الوعود. ونطلب من المواطنين يتفهموا المسؤول لما يعطي كل المعطيات الحقيقيه والصحيحه، الوضع ها هو ما نقدروش نهربوا منها. ولكن هو كاين مثل في الوسط جهه بليد على ما اظن، يقول لك اللي يجيبوا الزقا يجيبوا السكات. يظهر لي في التنميه كما تجيبها بالزقا تقدر تجيبها بالسكات. وما هي الكلمه اللي تقولها الشيخ الدائره اللي جاي، رئيس الدائره اللي يجي؟ والله هو زميل واشتغل كرئيس دائره وتعامل مع المواطنين. قل له فقط يكون مهني يرتاح، راهي منطقه جيده، منطقه اهلها مضياف، يقدر يتعامل مع السكان بكل سهوله، متفتحين مثقفين رغم هذيك الصعوبات اللي يشوفوها ولا الاخر. لكن الانسان لما يدخل ويشوف والاخر يشوف باللي هذيك ظواهر نجمو نقولوها استثناء اللي يجسد القاعده باللي اهل المنطقه اهل مضيافين. ما كان مثلا انا ديز ذكريات جميله من المنطقه. سمعنا باللي درت زياره للدائره الجديده السدراطه، وما هو يعني والله الاولي على هي كانت زياره خاطفه كالمنام، وبالتالي لا يمكنني ان اقيم. هي مدينه سدراطه، مدينه مشهوره، مدينه عريقه، فيها مشهوره بشخصيات عريقه كذلك، كاتب ياسين، لامين بشيشي، مصطفى كاتب، طار وطار. وبالتالي المدينه اللي فيها الناس مثقفين ما تخافش منها. شكرا. بارك الله فيك، الله يوفقك. الله يسلمك.